السلام عليكم أصدقائي المستمعين. اليوم غنقدموا القصة شوية مختلفة، والقصة كيعاودها الشخص وكيقول بأنها حقيقية وقعات ليه. والعنوان ديال القصة جن قناوة. وقبل من ندوزو القصة، نتمنى تشتركوا في هذه القناة، وما تنسوش تحطوا لايك في الفيديو باش تشجعوني اكثر ونقدم لكم قصص رعب واقعية ديال المستمعين. وبلا ما نطول عليكم دابا غنمشيو للقصة. كيقول صاحب القصة: كانوا عزازين عليه الأغاني ديال القناوة. في كل ليلة كيمشي وكيبدا يسمع القناوة في البلايص اللي كيكونوا فيهم وكيغنيو فيهم. وجا واحد اليوم اللي قرر فيه باش ياخد تا هو قنبري ويتعلم تا هو الموسيقى ديال القناوة. وكان واحد الشخص اللي باع ليه هداك القنبري، قال ليه بان هاد الموسيقى شوية صعيبة وكتبغي وقت باش تتعلم ليها. وفعلا خدا من عنده هداك القنبري ومشى وبغى يتعلم. مشى عند واحد صاحبه اللي كان كيعرف في هاد الشي، وبدا كيتعلم بشوية بشوية. واحد النهار وهو في البيت بدا كيعزف على هذيك الآلة ديالو ديال القنبري. شوية كيقول الشخص اللي كيعاود القصة بأنه بدا كيسمع شي صوت في البيت، وكانوا شي أصوات اللي غرابين شوية على السمع ديالو. كان كيقول واقيلا بأن هذيك الموسيقى ولا التردد ديال هذاك القنبري هو اللي كيرجع ليه. بدا كيسمع هذاك الصوت، ومن بعد ملي بدا كيعزف على الموسيقى هذاك الصوت ما كيبقاش، ولكن كيبدا هذوك الآتات اللي كاينين في المنزل كيتحركوا. بقى يعزف على هذيك الآلة تكمل. كيقول كمل هذيك الأغنية ولا هذيك الموسيقى اللي كيغنيها، ومن بعد زقاو هذوك الأصوات وفهم بأنه ملي كيعزف كيكونوا هذوك الأصوات غير كيكمل الموسيقى، ولا ما كملش الموسيقى كيبدا يسمع هذوك الأصوات ديال الجن. واحد النهار تلاقى مع صاحبه وقال ليه باش يجلسوا الليلة ويديروا شي طرح، وقال ليه كما كنعرفوك انت وليتي تبارك الله معلم في هذا الشيء، وبغيناك تمتعنا بالموسيقى ديالك. وفعلا في هذيك الليلة جا، وكانوا تقريبا كيقول بأن كانت تقريبا بحال حفلة صغيرة، وكانوا فيها واحد العدد قليل ديال 6 ديال الناس 7. وبدا كيعزف على هذيك الموسيقى. وهو كيعزف على هذيك الموسيقى واحد الشخص من هذوك الاشخاص ناض بوحده وبدا كيشطح بواحد شطيح اللي هيستيري. كيقول بانه كان ما كيتمالكش نفسه وبقى كيتحرك غير بوحده. وثمن صحابه تعجبوا من هذيك الطريقه ديال الشطيح اللي كان كيشطح فيها. شويه ويطيح ملي كمل هذيك الموسيقى ولا هذيك الاغنيه اللي كيغني. طاح هذاك الدري ومشاو لعنده ولقوه بانه كيهضر بهذاك الصوت بحال سكنو شي جن. ومن بعد صافي كيقول صاحب القصة بأنهم سالاو الحفلة ومشى خرج. وكيقول بأن في هذيك الليلة ما جاهش النعاس بقوة هذيك الصدمة، كيفاش بأنه كيعزف على الموسيقى والناس كيتأثروا بها لواحد الدرجة اللي مستحيلة. كان كيقول بأنه ما كانش كيآمن بأن الجن اللي سكن هذاك الشخص، وإنما الموسيقى اللي حركاته. ومن بعد كيقول تأكد حتى لواحد النهار كان كيحس براسو مريض، وهو في هذاك اليوم كان كيعزف على القنبري، ولكن في هذاك اليوم كان مريض. شوية من اللي نعس بدا كيحس بشي حد كيفيقو في الليل. كيقول في هذيك اللحظة كان كيصحاب من الأم ديالو ولا الأب ديالو، ملي كينوض ما كيلقى حتى واحد قدامه. كيفيق وكيشعل الضو ما كيلقى حتى واحد، ومن بعد كيرجع ينعس وكيعاود عاوتاني يفيقوا هذاك الجن اللي كان ساكن في هذيك الغرفة.
كيقول بانه في الاول ما كانش عارف بان هذاك الجن خرج من اللي كان كيعزف هذيك المعزوفه. شويه ويسمع في الودن ديالو بغينا اليوم نسمعوا شي طرح. وكان تقريبا كيقول بان الصوت ما كانش غير واحد، كانوا تقريبا 3 ولا 4. ملي كيفيق كيحل عينيه ما كيلقى حتى واحد. وكيقول صاحب القصه واخا كان مريض ناض وهز القنبري وبدا كيعزف هذيك الموسيقى ديالو. شويه بدا عاوتاني هذوك الاتات كيتحركوا في المنزل. من تماكين عرف بان الجن ولاو معاه في هذيك الغرفه، وبانه ملي كان كيعزف هذيك المعزوفه يقدروا يكونوا جن خرجوا في هذاك الوقت. وملي سال المعزوفه صافي ما بقاش كيسمع الاصوات ورجع نعس. من بعد الغد ليه مشى سول صاحبه وقال ليه بانه شنو وقع ليه وكانوا الجن وكيفيقوه من الناس. ويقول ليه الشخص اللي معاه قال ليه ما كاينش اللي وقعت ليه هاد الحاله هادي، وقلال غير المعلميه الكبار اللي معلمين هاد الحرفه هادي. دازت الوقت وبغى يتخلص من هذاك القنبري حيت كانوا كيفيقوه في الليل. وفعلا هز هذاك القنبري وبغى يمشي يبيعه. كيقول واخا كانت عزيزه عليه الموسيقى ديال القناوه ما كيقدرش يفرط في هذاك القنبري، ولكن للاسف حس بانه فعلا عيا، وملي كيبغى ينعس في الليل كيفيقوه. مشى بغى يبيع هذاك القنبري وما يتلاقى غير مع صاحبه في هذاك اليوم. وقال ليه فين غادي؟ قال ليه راه غادي نبيع القنبري. قال ليه انت واش حماق؟ قال ليه انت زعما راك معلم في هذا الشيء وكتعرف تعزف، راه ما يمكنش تبيع هذا القنبري. قال ليه راه شنو وقع. ولكن في هذيك اللحظه قال لي صاحبه صافي خلي عندي هذاك القنبري، تقدر تكون اليوم بحال مقلق ولا شي حاجه داكشي علاش بغيتي تبيعو، غدا تقدر تبدل الراي ديالك وتخلي عندك القنبري. وفعلا خلى هذاك القنبري عند صاحبه. وملي مشى في هذيك الليله بداو كيفيقوه. وكيقول تفكر بانه خلى القنبري عند صاحبه، وهاد المره ما بقاوش كيفيقوه غير بالصوت، ولا كيحس بان شي واحد كيجرو كيدفعوه وكيطيحوا في الارض. فاق وكيقول بانه لبس حوايجو ومشى كيجري عند صاحبه وعيط عليه في هذيك الليل. قال ليه باش يهبط ليه القنبري، وفعلا عاود ليه شنو واقع وهبط ليه القنبري ورجع وكمل الليله ديالو ودار هذاك الطرح ديال هذيك الليله وغنى الاغنيه وسالها. وما بقاوش كيفيقوه من بعد. الغد ليه ويمشي عند هذاك الشخص اللي باع ليه القنبري ويقول ليه شنو كيوقع ليه وراه كيخرجوا ليه الجنون في الليل وكيقولوا ليه باش يعزف هذيك المعزوفه وبانهم اختاروه. ويقول ليه هذاك الشخص اللي باع ليه القنبري بان هذا القنبري هذا كان ديال واحد المعلم اللي حرايفي في هذا المجال ديال القناوه. وقال لي بانه انت ملي عزفتي هذيك المعزوفه بحال اختاروك. وقال لي دابا شنو الحل اللي غنتفك من هذا الشيء وما يبقاوش يفيقوني؟ قال لي خاصك دير واحد الليله وتمشي مع المعلميه الكبار ديال القناوه، وفي هذيك الليله خاصك دير اخر ليله. وقال لي باش يدير شي طقوس اللي ما ذكرهمش صاحب القصه. وفعلا مشى دار هذيك الليله ودار هذاك الطرح الاخير ديال هذيك الليله. ومن تم كيقول صاحب القصه هذاك القنبري ما بقاش كيعزف عليه وخلاه في واحد الصندوق اللي خباه فيه. ومن تماكن ما بقاش كيقدر يعزف الموسيقى ديال القناوه. كيقول ولا غير كيسمع الموسيقى واخا هو كيتوحش هذاك الجو ديال يعزف الموسيقى ديال القناوه، ولكن ما قدرش على هذاك الجو وعلى هذوك الطقوس ديال الجن. والى هنا اصدقائي كنوصلوا لنهايه القصه. ما تنسوش ديروا لايك لهذا الفيديو وتشتركوا في هذه القناه، ونتلاقاو ان شاء الله في قصه رعب واقعيه، ونتمنى هذه القصه تعجبكم.